زي ما عملنا قبل كده الوافل في المكنة العجيبة دي، هنعمل مع بعض الدونت على الساندويتش ميكر. هنعمل احلى دونت هش وطري وخفيف. 44 قطعة بالظبط، والله 44 قطعة عملت لي كمية مهولة من الدونت الخفيف الهش اللي عامل زي النايتي ده. قوام حقيقي حلو جدا جدا جدا. لازم لازم كلكم يعني تقتنوها، جميلة جدا جدا فوق الوصف. جبت بيضة بدرجة حرارة الغرفة وفانيليا وحوالي نص كوب من السكر العادي بتاعنا. بضرب بالمضرب بتاعي السكر كويس خالص جوه قلب البيض علشان يتضاعف ويعمل ريم وفوم كده ممتاز قوي. عندي 125 جرام من الزيت، وبحطه تدريجي تدريجي وانا بخفق بالشكل ده، بالراحة خالص خالص خالص. بخفق بالراحة. عايزة استبدل الزيت بالزبدة، بحط برضو نفس الكمية 125 جرام من الزبدة. عندي 125 جرام برضو من اللبن كامل الدسم بحطه بالشكل ده. وبحضر المواد الجافة اللي هي كوبين من الدقيق، حوالي 150 للكوب الواحد، ومعلقة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من النشا، واخيرا ذرة الملح. كل ده بنخله، لازم انخله. خطوة النخل دي مهمة جدا عشان اي كتل بتلاشاها من لو في اي كلكعة او اي حاجة. بالويسك كده بقلب كويس زي ما احنا شايفين علشان الدقيق ما يتبهدلش مني. وانا حسيت انه محتاج حبة من اللبن، حطيت ربع كوب لبن على المعيار ده. يبقى لو حسيت ان هي العجينه مش متماسكه معايا بزود لبن، مفيش اي مشكله خالص، حسب نوع كل دقيق متاح. طبعا بغلفها كويس بالشكل ده، وبحطها في التلاجة لمدة نص ساعة، او بسيبها ترتاح بره لمدة ساعة. وبس كده هشتغل فيها على طول اهو. ولو عايزة من الليل واعملها في التلاجة، انا سبتها من الليل وعملتها تاني يوم، طلعت حقيقي تحفة. بصوا انا بحطها اهو في الميكر من غير دهن اي حاجة خالص. طبعا بهدلت مني عشان ده يمكن تاني استخدام، فحسيت بصوا اللمبة هي نورت الحمراء والخضراء، فبضطر اقلبها على الناحية التانية. زي ما احنا شايفين مستوية على الجانبين، حلو جدا جدا. بقلبها لمدة 3 دقايق بس فقط، وبشيلها اقل كمان، يعني حوالي دقيقة ونص. بصوا الخلة اللي انا بستعملها بيها خلة ما تكونش ليها سن، خلة رفيعة وما تكونش ليها سن، او زي بتاعة الشيش طاووق. المهم ان هي ما تكونش ليها سن، لان هي السن هيدخل جوه الدوناتاية ممكن يبوظ شكلها واحنا بنقلب فيها. بالظبط كده. باخد الكمية كلها اهي بالشكل ده، وبحطه في حاجة يهدى شوية من السخونة، وبنضف الميكر عادي وبرجع استخدمه تاني. المرة دي انا كنت حريصة على المرة الاولانية خالص في الحط يعني، فهنحطه مع بعض ونشوفه هنستخدمه ازاي. بصوا ظبطت الكيس الحلواني اهو، وهبتدي واحده واحده زي ما انتم شايفين. بصوا واحده واحده بحطهم اهو بالراحه. عادي حتى لو اخفقنا يا جماعه مفيش اي مشكله، المهم ان احنا نظبط ايدينا في الاخر. اهم حاجه ان هي تظبط معانا في الاخر. بقفل عليها وبطلعها، وادي 44 قطعة يا جماعة، مش متخيلين 44 قطعة والله. في اللي مفرغ من النص، وفي اللي انتي ممكن تفرغيه كده، يعني تمشي الخلة او بتاعت شيش طاووق تمشي عليها في النص فتفرغيها. انا ما حبيتش افرغها بصراحة، لان حسيت ان شكلها هيبوظ مني. فالمقفولة والمفتوحة انا من رأيي الاتنين زي القمر. الطعم اهم حاجة، والمضمون حكاية. منفوخة وواخدة قوام هش وطري وحلو جدا. بصوا اللون الرهيب الجولدن بتاعها ازاي من جوه، خطيرة يا جماعة، خطيرة وطرية وهشة. وبصوا نيتياية في نفسها كده، تتاكل كده من غير اي صوص من غير اي حاجة. خطيرة. بصوا بصوا الطراوة جميلة جدا جدا جدا، مش عايزة اوصف لكم قد ايه هي فوق روعة، فوق الوصف.
اتمنى كلنا نجيب الساندوتش ميكر ده ونكون ونصنع منه اللي نفسنا فيه. انا عملت سيحت شوكولاتة بشوية زيت وزينت بيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. الزينة دي بتاعتنا احنا زي ما احنا حابين. هنحط بقى فرماسيل، ترينكلز، اي حاجة متاحة عندنا. نزين بوايت شوكولات، نزين ببلوتس، باي صوص متاح موجود ما نوقفش عليه. شايفين الجمال؟ ادي بعد ما خلصت الكمية 44 واحدة عملوا لي كمية رهيبة 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 من مقدار بسيط جدا جدا. عايزه اقولك هي قد ايه عجبت الاولاد وحبوها قوي قوي قوي، وكل شويه عايزين يعملوا منها. طبعا سهله، لا مكونات اخدت مني ولا كلفتني اصلا اي حاجه، ولا وقفت قدامها 3 4 ساعات، ولا استخدمت زيت وحبيت اقليها وكوليسترول يعلى علينا وحاجات مزيته والكلام ده. لا، دونت خفيف وهش ومظبوط على الشعره وما كلفنيش زيت ومفيش اي مواد دهنية. احنا يا دوب بنعمل كمية كده على قد الايد وبسيطة، وعملت كمية رهيبة وكتيرة جدا. لازم لازم تجربوه. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم وتعليقاتكم ولو محتاجين اي استفسار عن الآلة او عن الدود. تقدري كمان تعملي احلى مشروع مربح باذن الله، مربح 100% بدون راس مال. بحبكم قوي قوي قوي. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات لو عايزين اي استفسارات عن الآلة وعن الدونت، انا تحت